مذكرة الأمريكيين والعالم بالمركبة التي سجلت رقما قياسيا في عدد الرحلات إلى الفضاء. 27 عاما أمضاها في الخدمة، 39 رحلة إلى الفضاء أنجز خلالها الكثير من المهام العلمية. إنه المكوك ديسكوفري الذي شوهد للمرة الأخيرة في الأجواء. رحلة مختلفة ستعلق في الأذهان، رحلة لديسكوفري محمولا من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا إلى ولاية فيرجينيا، وتحديدا إلى المتحف الوطني للطيران والفضاء، بعد قرار من وكالة الفضاء الأمريكية الناسا بإحالته إلى التقاعد واستبداله بجيل جديد من المركبات لم يكشف عنها حتى الآن. في العام الماضي اختتم ديسكوفري سجل إنجازاته في الفضاء الخارجي، حيث انفصل عن محطة الفضاء الدولية وعاد إلى الأرض ليبدأ رحلة الوداع. مشاهد تذكر بالمركبة التي وصفت ذات يوم بالمعجزة الفضائية، حيث كانت أول مركبة يعاد استخدامها مرة تلو أخرى، وساهمت لسنوات في نقل الرواد والمعدات من محطة الفضاء الدولية وإليها. إسدال الستار على عهد مكوكات الفضاء سيذكر كثيرين بقصة تشالنجر وكولومبيا، واللذين انفجرا تباعا في حادثين أربك وكالة الناسا وعرقل طيلة سنوات خططهما الفضائية. وسينضم ديسكوفري إلى لائحة طويلة من المعروضات في متحف الفضاء والطيران، وسيلحق به المكوكان أتلانتس وأنديفور لتكتمل مكوكات الفضاء الأمريكية مشوارا بدا عاصفا وها هو ينتهي بكل هدوء. سيبدأ الكثيرون التوافد على المتحف ليكتشفوا ديسكوفري ويتعرفوا عليه عن قرب، فالمركبة التي طالما اعتصمت بالفضاء ستكون متاحة للجميع وهي رابضة على الأرض.